من الوصفات اللي دايما تشرفك في أي عزومة ومحبوبة من الكل هو الحمام الكداب. هنعمله النهاردة من غير سلق ولا فويل ولا هيفك منك، وبطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نبدأ الوصفة مع بعض. معايا أوراق فراخ مخلية، ودي بجيبها من الفرارجي. بجيب أوراق عادية وبخليه يخليها بالمنظر ده، وبعد كده بغسلها كويس جدا وبنقعها في محلول النقع لمدة ساعة. بعد كده برجع اشطفها وانشفها كويس جدا من اي سوائل، وبحب قوي اتبلها من جوه ومن بره ببصلة مبشورة وعليها شوية فلفل اسود وشوية ملح، واسيبها في التتبيلة دي ساعتين، ولو من قبلها بيوم بتدي طعم للفراخ حلو قوي. نبدأ في حشوة الرز. عندي هنا حلة صغيرة على النار، بحط فيها شوية زيت ومعلقة سمنة، وياريت لو عندك سمنة بلدي بتدي طعم حلو قوي لرز الحمام. عندي بصلة كبيرة مفرومة، باخد نصها بس وبنزل بيها على الحلة تتشوح مع شوية الزيت وشوية السمنة، والنص التاني بسيبه على جنب. بنزل بقى عليها بعود قرفة وشوية فلفل اسود وشوية ملح صغيرين وشوية كزبرة ناشفة، واقلبهم مع بعض شوية. عندي هنا كوباية رز مغسولة ومصفياها كويس جدا، بنزل بيها على البصلة وبقلبهم شوية لحد ما الرز يشرب كل الطعم. بعد كده بنزل بالمية ويادوب تغطي وش الرز بس، مش عايزينه يستوي تسوية كاملة. ده شكل الرز بعد ما شرب المية. بشيله من على النار واسيبه يهدى شوية وبفضيه في طبق كبير عشان يبرد وما يكملش سواه. وبعد كده بنزل بباقي البصل اللي سبناها في الأول وعليها شوية فلفل أسمر ونقلبهم مع بعض. نيجي بقى لمرحلة الحشو، ودي أهم خطوة في الوصفة كلها. هناخد معلقتين من حشوة الرز مش أكتر من كده، ونحطهم في نص الورك، ونبدأ نوزع الرز جوه الورك كويس، ونحشي من تحت الجلد بهدوء عشان الرز يتوزع في كل حتة. مهم قوي ما نكترش رز، لأن لو كترنا حشو الحمام هيفتح في السوا وكل الرز هيطلع بره ومش هيبقى شكله حلو. بعد ما نخلص الحشو نلف الورك زي الرول كده واحدة واحدة، ونحاول نخليه مشدود، وبعدين نقفله بأعواد الخشب الصغيرة بتاعة الأسنان عشان يفضل مقفول وما يفتحش في السوا. ونكرر نفس الخطوات في باقي الأوراق بنفس الطريقة وبنفس كمية الحشو، ومش لازم تمليه قوي، أهم حاجة الطعم والرز يكون مفلفل من جوه مش معجن. وده شكل الحمام بعد الحشو، مقفول كويس ومش مليان زيادة. نيجي بقى نرص الحمام. هنجيب صينية الفرن ونرص فيها الحمام ونرتبه جنب بعض بالشكل ده، وهنعمل له خلطة حلوة قوي عشان أدهنه بيها. الخلطة دي بتديله لون وطعم خطير. بجيب بولة صغيرة وبحط فيها معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، وعليها شوية زيت ومعلقة صغيرة من الملح وشوية فلفل أسمر وشوية كمون وشوية من الكزبرة الناشفة وشوية شطة وربع معلقة صغيرة من الحبهان المطحون وكيس مرقة فورية، ونقلب كل التوابل دي مع بعض. وبدهن الحمام بالخلطة دي من فوق ومن تحت عشان يتغلف بالمنظر ده. مهم تدخلي الخلطة دي في كل الجوانب. هنيجي لمرحلة التسوية. هنحط نص كوباية مية في الصينية عشان الحمام ما ينشفش، وبعدين نقفل الصينية كويس قوي بورقة فويل، بس أنا للأسف ما كانش عندي ورق فويل. لازم يتقفل بإحكام عشان البخار يفضل جوه ويخلي الحمام طري وما ينشفش مننا. وندخله الفرن على درجة حرارة 180، هياخد معانا حوالي ساعة لحد ما يستوي. بعد ما يخلص السوا هنشيل ورقة الفويل ونشغل الشواية عشان ياخد معانا لون، ونسيبه كام دقيقة بس لحد ما يتحمر من فوق. وبكده خلصنا وصفتنا النهاردة، حمام محشي بطعم خطير ويشرفك في أي عزومة. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير، واستنوني في وصفة جديدة إن شاء الله.